السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا ده محشي السلق او السلق. بصراحة انا ما جربتش قبل كده واول مرة اعمله وما اكلتوش خالص في حياتي يعني، وحتى ولا ايام امي الله يرحمها. بصراحة اللي شرط عليا جارتي وقت مادام انت بتعملي اكل فما تصوري الاكلة دي، قلت لها ماشي. فطبعا هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا كده جابت لي، هي اللي جابته كمية من السلق واول مرة اشوفه بصراحة. وكوسة ده عاملاهم لبنتي لأنها ما بتحبش غير الكوسة والكرنب بس، فأنا جبتهم ليها. طبعا حل على النار ونزلت طبعا فيها مية. احنا طبعا هنسلق بس المية مش هتغلي، أنا عايزة المية سخنة سخنة بس مش لدرجة الغليان. وبتنزل فيه كده يا دوبك بس كل جهة، على كل جهة يمكن مش مكمل دقيقة. وهتقلبه هنا وهنا طبعا على كل جنب. طبعا جهزت طبق فيه مية، واللي هتحطه في المية السخنة يدبل بس معاها كده. وطبعا ما باخدش لان مش من زي الكرنب طبعا. وبس الميه تسخن بس عشان ما تخليش الميه تغلي عليه، لو ان الميه غليت عليها هينهاري منك. وطبعا كل حبه بتعملوا كده بتبقى رصاصه زي ورق العنب، وبتقلبوا كل حبه كده تسلقوه لوحدهم وتطلعوا في طبق. بعد ما سلقته وحطيته في ميه، حل على النار ونزلنا بمعلقتين سمنه كبار. وطبعا انا معايا علبة طماطم كنت مفرزاها. هي كانت عايزة تحمر البصل بصراحة، بس انا قلت لها لا، انا مش عايزة احمره قوي، فبس اديت لون اصفر خفيف كده. ونزلنا بالطماطم. بعد الطماطم ما اتشوحت كده نزلنا بكيس من الصلصة. انا بصراحة سبتها هي اللي بتعمل بنفسها. وده طبعا البهارات فلفل اسمر وكمون وبابريكا وشطة وكزبرة. طبعا البهارات اللي انت عايزة تضيفيها وبهارات محشي. ونزلت كده معايا كمان معلقة وربع من الملح بس كبار يعني. ونزلت بنص كوباية من الزيت. وطبعا معنا كل حاجة جاهزة، وغسلنا الرز وجهزناه وحطت الرز. فهي طبعا كانت بس خايفة بتقول ما تطلعش وشي، قلت لها لا ما تخافيش. فهي كانت خايفة بس ومرعوبة شوية. ف... ونزلنا بالرز كده وقلبناه وبنضفنا عليه الخضرة وهنقلبه. تسبيكة المحشي العادي يعني، انا قلتها عملية كنت فاكرة في حاجة يعني اكتر من المحشي العادي، فبصراحة اول مرة قالت، وهي اللي بتقلب بايديها طبعا وكل حاجة هي بتعملها. وقلبنا كده شوحنا الرز وجبنا الحلة وفردنا كده فيها ورقتين. وطبعا هي بتلف. انا كنت بحسب فيه طريقة تانية يعني، بس هو طلع عادي بتلفيه زي ورق الكرنب كده عادي. وحشينا كل الكمية بالطريقة دي وجهزناها. وطبعا هي بتلف قدامكم المحشي بعد ما نخلص المحشي كله كده بالطريقة دي. وهو عادي يعني مش هياخد منكم وقت بصراحة، انا اول مرة اعمله لاني بس بصراحة هجربه تاني وهعمله لانه بجد عجبني. خلصنا كل الكمية بالحشو ولفيناه وبقى جاهز معايا. طبعا انا عملته في حلتين كده كل جاهز مع حاجة جاهز معايا. نزلنا كده بطاسة على النار فيها كيس شوربة فورية ومعلقة كتيرة كبيرة من تسبيكة المحشي. ومعنا قطعة صغيرة كده من الدهنة. ونزلنا بالمية عليها. طبعا انا ما ضفتش ملح لان الملح في تسبيكة المحشي، فمش عايزة ملح. عايزة تضيفي انت لو عايزة اكتر من كده بضيفي ملح، لانما انا ما ضفتش. بعد المية ما غليت نزلت بيها على المحشي عادي. ولحدت وغطيت عليه لحدت ما غلي معايا من كل الجهات. طبعا انا بغلي كله من كل جهة. غطيت عليه ووطيت عليه النار وسبته مع نفسه كده لحد ما استوى. وما باخدش وقت كتير، هو زي الكرنب كده ما باخدش وقت، يا دوبك بس الرز يستوي وخلاص. بس بجد طعمه بجد طلع يعني عجبني وطعمه حلو جدا. طعمه غير الكرنب وغير ورق العنب، تحس فيه دسامة شوية معرفش. وكده بجد يعني طلع مش كنت مصدقه انه يحب الطعم ده وبالحلاوه دي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ومع السلامه. باي باي.